السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. هنبدأ إن شاء الله سيشن 10. اتكلمنا في آخر سيشن عن مستخلصات المقاولين والتريكس والبوينتس اللي لازم ناخد بالنا منها، من علاوات، من خصم دفعات مقدمة، العدة وما إلى ذلك. خلينا مكملين لسه مع مستخلصات المقاولين، والنهارده هنبدأ بالديبت نوت أو مذكرات الخصم. مذكرات الخصم من النقط المهمة اللي لازم أول حاجة إن نحط لها سيستم، عشان لما بتكون كتير أوقات بتسقط مننا. طيب خلينا ناخدها يعني من الأول. مذكرة الخصم دي بتكون حاجة من الاتنين، بتنزل لما المقاول ياخد مثلا خامات من المخزن وهو المفروض ان يتحملها. مثلا مقاول النجاره بياخد مسامير وشنبر ومثلا يعني من المخزن، وهو اللي المفروض يورد الايه، او هو اللي المفروض ان هو يجيب الايه الخامات دي. فالمخزن بيطلع لك ايه؟ طبعا اذن صرف بيبعته لك، بعت لك اذن صرف، او لو مش اذن صرف او يعني هنقول ايه، محضر صرف خامات للمقاولين، من المقاول استلم الخامات دي، وبتتحول بعد كده لمذكره خصم. تمام. ان الخامه دي هتنزل بالخصم على المقاول، نتيجه لان التعاقد بتاعه بيقول ان الخامه دي هو اللي المفروض يوردها. تمام. تمام. فدي النوع الاول. النوع الثاني ان المقاول استخدم معدات، انا او عمالتي، معداتي او عمالتي. ف يعني المفروض هو مثلا انه ينظف، فما نظفش مكانه. خلاص، فانا دخلت العماله بتاعتي تنظف، واستخدمنا كام عامل، خمس ست سبع عمال هيبقوا بالخصم عليه. تمام. طيب المفروض ان هو اللي يشون مثلا، مقاول مباني المفروض هو اللي يشون الطوب بتاعه. تمام. انا قمت داخل ومشونه. تمام. هيبقى بالخصم عليه. تمام. اليوميه بتاعت الفركه دي مثلا بقت بالخصم على المقاول. عشان كده في نقطتين مهمين جدا. الكوميرشال مع التنفيذ لازم يقعدوا مع بعض، يحددوا في بدايه كل بند ايه مسؤوليات المقاول وايه مسؤولياتنا احنا، اللي بالخصم على المقاول وايه اللي احنا اللي بنتحمله. لازم تكون النقط دي واضحه مع التنفيذ، ما يبقاش فيه عارف نسميها جزر منعزله. التنفيذ هيبقى عارف منين ان المفروض ان هو يسال، بس وارد ما يسالش، وارد الموضوع يسقط مع ضغط الشغل. هيبقى عارف منين التشوين علينا ولا عليه. في مهندسين بتسال، تمام، وفي لا. انت لازم ككوميرشال انجينير ان انت تكون قافل مع بدايه كل بند. انت بتشوف ان في بنود هتفتح كده، في بنود فتحت، خد المسؤوليات. ده المقاول عليه ان هو يشون لنفسه، فما لو طلب منك تشوين يبقى هيبقى بالخصم عليه. الكهرباء مثلا، كهرباء عليه فعلى المقاول، فلو خد منك معده مولد مثلا تبقى بالخصم عليه. المقاول عليه مثلا توريد ميه عليه كذا، وات ايفر اللي هو عليه، لازم تكون مرسي التنفيذ عليه. طب هل بقى انا المفروض ارسي كل التنفيذ؟ لا. مدير التنفيذ، السايت مانجر، هو اللي بيترسيهم عن بدايه ايه البنود. تمام. وهم بعديها بينسقوا مع ايه، مع المهندسين اللي تحتيهم، بس لازم يحصل تنسيق. تمام. عشان الامور تبقى واضحه. بعد كده بتجي لك الديبتس دي او الخصومات دي، من النقط اللي لازم تاخد بالك منها في تسعيرها. انا المفروض لو هخصم خامات، الخامات دي بيكون ليها تسعير ثابت جاي لك من المشتريات مثلا، او لو اللي بيسعرها الكوست كنترول فبرضه هم بيجيبوا اسعارها، فليك مرجعيه. تمام. المعدات ليا مستخلص المعدات. انت المعدات دي انت هتخصمها على المقاول، هتخصمها بايه؟ بنفس القيمه الايجاريه اللي انت بتجيبها من المقاول للمعدات. النقطه المهمه انك ما تنساش انك تخصم او تزود على قيمه المعده ال 14%، لانك انت بتدي مقاول المعدات
اليوميه مضاف اليها ال 14%. ده اللي انت دفعته للمقاول، تمام. ففي الخصم ما تنزل، ما في ناس اوقات بتخصم مثلا يوميه اللودر 5000 جنيه من غير ال 14%، فينزل الخصم 5000 جنيه بس. لا، انا اللي تكلفته 5000 جنيه زائد ال 14% اللي نزلوا من مستخلص المقاول اللي انا بديهم له يدفعهم، تمام. بس فانا نفس الكلام، اللي يبقى ال 5000 جنيه مضاف اليهم ال 14%، دي القيمه. هو لو راح اجر من المقاول ده هيأجر له بال 5000 جنيه زائد ال 14%، تمام. هي النقطه في كده، ان انت عشان احيانا بتسقط، ما تنساش تضيف ال 14% حتى لو على الخامات، تمام. الخامات يعني ايه تبقى محمل عليها ال 14%، يعني هي دي بتبقى ايه الفاينل يعني، تمام. ما تاخدهاش بدون الضريبه. ماشي. طيب. من النقط المهمه ان انا برضو في الديبت نوت، آه، مذكره الخصم لازم اتفق مع مدير التنفيذ، معلوميه مدير المشروع، ان المقاول يكون عارف ان في خصم نازل عليه. طيب، ليه انا يعني باكد على النقطه دي؟ عشان المقاول ما يجيش بعد كده يقول لك، بيبقى معظم المقاولين او بعضهم يعني مش بيبقى متخيل ان انت اللي منزل عليه الخصم، لان الخصم في الاخر بيبقى مذكره خصم ورقم. يا هندسه انت منزل عليا الخصم ده ليه؟ لا، ده يبقى مدير التنفيذ عرف المقاول او مضى على مذكره الخصم، ان مذكره الخصم دي نتيجه 5 يوميات عدم مضافه، نتيجه مش عارف تشوينات كذا، نتيجه نحاته، نتيجه اي حاجه، تمام. يبقى هتيجي تقول لي طب ما هو في مقاولين مش هتمضي، هيبقى يتكتب انه تم ابلاغه، تم اعلانه، بقى عنده فكره ان مش انت اللي منزل عليه الخصم. طيب ليه؟ عشان اللي هيحصل كالاتي، تمام. اللي هيحصل مثلا المقاول ده هيروح يشتكي لمدير المشروع، يقول له يا هندسه، ده مدير التنفيذ منزل عليا 10 يوميات، وانا كسبان ايه في الشغلانه عشان يطلع لي، عشان ينزل عليا الخصم ده كله، او منزل عليا 4 يوميات فوركه، فورك ليفت يعني، فانا طالع مكسبي قد ايه عشان يتم خصم عليا. فيا هندسه ما تخليهم يوميه، فيجي يقوم معدل المذكره، فتيجي فالدنيا تلف. الكلام ده بقى لو انت خدت الثلاث، مثلا في الاول كانوا 3 يوميات ونزلتهم في المستخلص، وبعد كده تيجي المستخلص اللي بعده تعدلهم في يوميه واحده، بقى هيحصل لخبطه كتير. لا، هو الموضوع يحصل من الاول، وفي الاخر يجوا لك بالنتيجه اللي هي ايه، بقت يوميه واحده خلاص. فعشان كده انا بفضل ان المقاول في الاخر يبقى عارف، او يتم الاتفاق ان المقاول يبقى عارف قيمه الخصومات اللي نازله عليه، عشان تريح انت بالك من القصه دي، تمام. قدر الامكان يعني، لو في امكانيه ان ايه، ان يتم التنسيق ده مع مدير المشروع ومدير التنفيذ. طيب، مذكرات الخصم لازم تعرف ازاي اتراك عليها. مذكرات الخصم لو جالك مثلا، انا بيجي لي مثلا ممكن في الدوره بتاع 30 40 مذكره خصم، لو انا ما نزلتش واحده، تمام. لو انا نزلت لو ادركت واحده في مستخلص ومش مسمعها في المستخلص، لو خلينا نقول ايه، لو في مذكره اتكنسلت، لو في مذكره ما خدتش بالي منها ان لازم ادرجها، لو خاصة مع الأعداد. أنا مش بكلمك دايما في مذكرة ولا اتنين ولا تلاتة، لا، أنا بكلمك لما الموضوع يزيد، فلازم يبقى عندك لوج تتابع منه مذكرات الخصم. اللوج ده بسيط جدا جدا يعني. الموضوع فيه ان السيريال كل مذكره خصم بتطلع، مذكره رقم واحد، مذكره رقم اثنين، مذكره رقم ثلاثه، وما الى ذلك، تمام. المذكره دي بتبقى خصم على مين؟ خصم مثلا هنا على مقاول رقم واحد اللي هو عقده كذا، لان مثلا مقاول واحد ده ممكن يبقى واخد في الخرسانات، واخد في المباني، والخصم ده جاي له في الخرسانه، فعشان كده لازم تكون قصه العقد والديفيجن اهو، تمام. وقيمه الخصم، الراجل ده عليه مثلا 2200 خصم، تمام. الديبت دي اتعملت في شهر 7، تمام. نزلت عشان نزلت المستخلص 3 اللي هو 30 اكتوبر. ليه؟ انت عايز ترجع لمذكره، حلو. المذكره دي في مقاول رقم واحد مثلا، المقاول ده عنده 10 مستخلصات،
عايز انا اشوف المذكره دي نزلت في انهي مستخلص، اقعد بقى افتح من ال10 مستخلصات لغايه ما اوصل للمذكره دي وابدا اراجع اشوف منطقه. طب ما هي يبقى انا اريح نفسي كل ما كنت مرتب شغلي، هرجع للموضوع وهستهلك وقت اقل. تمام. بس فعرفت ان هي في مستخلص رقم 3 اللي هو ايه؟ الابروفد ديت اللي هو تاريخ ادراجها. تمام. وان دي اتقفلت كلوز، خلاص تم ادراجها، وان دي خصم. ماشي. مقاول رقم 2 نزل عليه خصم ديفيجن برضه رقم 3 ده في الكونكريت، قيمتها كذا، نزلت مستخلص رقم كذا كذا، اوبن. هي لسه اوبن. يعني ايه اوبن؟ يعني لسه مثلا لسه ما طلعتش. يبقى المفروض ده يبقى كده ايه؟ المساحه هتظهر لك بالظبط في بالمنظر ده، اللي هو ايه؟ لسه اوبن عندي، لسه ما تمش ادراجها. فانا ابقى عارف ان دي لسه في مذكره مفتوحه ما تمش ادراجها، عشان بعد كده لو سقطت مني ابقى الشهر اللي جاي بنزلها. طيب، لغايه كده تمام. مثلا هنا عندي مقاول رقم 4، عندي هنا مقاول رقم 3 نزل عليه ديدكشن وكانت نزلت وبعد كده اتلغت. يعني احنا نزلناها وبعد كده اتصفرت، جينا المستخلص رجع لمدير المشروع، فمدير المشروع قال لك لا خلاص الديبت دي لغت. ولازم اي ديبت تم توقيعها من مدير التنفيذ وجات لك، وطبعا من مدير المشروع وجات لك واتلغت، ترجع تتلغي من مدير المشروع، يمضي لك عليها لاغي. تمام. ليه؟ عشان ما يقولكش، عشان الموضوع ده ان هو بقى فيه ورقه بتقول انها تنزل بس ما فيش ورقه بتقول انها اتلغت. تمام. عشان احيانا الناس بتاخد بالبق. لا، ترجع لمدير المشروع، مدير المشروع هو اللي يشطب عليها او مدير التنفيذ يشطب عليها حسب البوليسي والصلاحيات اللي ماشيه في الموقع، هو اللي يكنسلها. تمام. احنا مش جهه الغاء خصومات. تمام. احنا جهه ادراج خصومات. تمام. فاما المذكره يقول لك خلاص مدير المشروع يجيبك يا هندسه خلاص المقاول ده عشان ايه؟ يعني الخصم هيبقى الدنيا معضله، هننزل هنلغي الخصم ده. مفيش مشكله يا هندسه. تمام. فانت تروح تقوم لاغيه. تمام. يجي بعديها بشهرين المدير التنفيذي يقول لك هندسه انا كنت منزل الخصم. ايوه مدير المشروع قال لا مش هينزل. مدير المشروع ماشي بقى، جه من لا ده ما قالش، لا قال، لا ما قال. ما فيش الكلام ده. دايما ما لم يكتب لم يقال. بس فعشان كده باكد على النقط اللي ايه؟ المهمه دي. طيب مقاول رقم 4 نزل له مثلا مذكره خصم وما الى ذلك. في بيبقى مذكره خصم واضافه، يعني مقاول دخل عمل الشغل الشغل ده اللي مقاول مثلا هو اللي نظف له، فخلاص اليوميات دي هينزلوا للمقاول ده. تمام. فيبقوا بالخصم على مقاول 4 وينزلوا بالاضافه لمقاول 1. تمام. فعشان كده بيبقى عندنا مذكرات الديبت نوت ممكن تبقى ايه؟ خصم واضافه، ممكن بيبقى اسمها خصم واضافه. وبيبقى هنا كل الشغل عندنا بيبقى بنعمل سلايسر. عشان كده انا بحب دايما اشتغل في تيبل. يعني ما بحبش اي لوج عندي بحب ابقى ايه؟ تلاقي دايما عندي ايه؟ تيبل ديزاين، اللي هو قصدي ايه؟ شغال جوه تيبل. عشان لو عايز اعمل سلايسر، تمام، اللي هو عايز اشوف كل خصومات مقاول 1، كل خصومات مش عارف مقاول رقم 2. لا ده انا عايز اعمل سلايسر بقى بالحاجات الاوبن والكلوز. يعني ممكن هنا تعمل سلايسر بالستيتس مثلا. اوكي. يبقى هنا كل ده يعني هندله شغل. دي الحاجات الكنسل ديبتس بقى لما تكون كتير يعني. انا هنا جبت لك نموذج من كل واحده عشان تبقى ايه؟ عارف تظبط دنيتك عليها. فهمت قصدي؟ فدي نقطه الخصم، آه، الخصومات بتاعت المقاولين ومتابعتها. والموضوع ده فعلا مهم جدا عشان احيانا ممكن تسقط منك زي ما قلنا خصومات ما يتمش ادراجها، فلازم تترك عليها. ماشي. فدي النقطة الأولى. جميل. بسم الله. طيب النقطة الثانية، جينا خلصنا الحمد لله دورة المستخلصات، يعني خلصناها وعملنا اللوج بتاعها زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. عملنا لوج للمستخلصات الشهرية وحطينا فيها القيم بتاعتها وما إلى ذلك. جميل. أنا بقى من المهم عندي ككوميرشال انجينير ان انا ابقى شايف
عايز اشوف المستخلصات كلها وضعها ايه. انا مثلا مقاولين احيانا بيجي اسئله من مدير المشروع يقول لك يا فلان، هو انا المقاول ده باقي له قد ايه؟ تمام، باقي له من الاكشوال بتاعه. مش هقول لك بقى إيه، مش احنا المره اللي فاتت جينا قلنا ان في القيمه التعاقديه وفي ريفايس كونتراكت قيمه معدله طبقا للحصر او نطاق الاعمال الحقيقي. طيب هو ناقص له قد ايه بقى حقيقي؟ تمام، فانت تدخل على المستخلص وتبدا تحسب ومش عارف ايه وتاخد لك وقت. طب المقاولين بتوع بقى الايه الخرسانات تقريبا ناقص لهم قد ايه من شغلهم؟ فتفتح بقى المستخلص. فعشان كده انا بحب اعمل حاجه اسمها سب كونتراكتور داشبورد. ايه الموضوع فيها ببساطه شديده جدا؟ بيبقى بناء على ايه؟ موضوع فيه زي كنا عمل يعني شبيه للوج بتاع العقود. ايه هو اللوج بتاع العقود اللي انا كنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت؟ بحط فيه السيريال يعني من واحد، لا ده ترقيم عادي، واحد اتنين اهو، ماشي. الديفيجن بتاعتي، ده ديفيجن مثلا اول اعمال ترابيه 31 خرسانات 30 مش عارف ايه. ديفيجن سب ديفيجن ليه؟ عشان مثلا اوقات بيبقى عندك الفينيشنز بتبقى ديفيجن 9. طيب ما انت عندك البندنج جواها والبلاستر والسيراميك وما الى ذلك. تمام. طيب الكونتراكت ديت، الكونتراكت نمبر، التوتال فاليو كونتراكت، الريفايس كونتراكت، كل ده انا بحطه هنا. تمام. وبعد كده ببدا ايه كل شهر ابدا دي قيمه المستخلصات اللي طلعت الشهر دي. يعني في 30/9 طلعنا مستخلصات بقيمه 23 مليون، 30/10 طلعنا مستخلصات ب 26 مليون، 30/11 ب 4 مليون، و30/12 طلعنا وهكذا. تمام. وبعد كده بقول توتال جروس ورك دان، اجمالي الاعمال اللي هي ايه مجموع الاعمال اللي موجوده في الشهور دي. يبقى احنا عاملين اجمالي حجم عمل طبقا لمستخلصات المقاولين 55 مليون. تمام. والكونتراكتشوال بروجرس ده طبقا لايه؟ حجم العمل اللي تم تنفيذه على القيمه التعاقديه. ماشي. اما الاكشوال بروجرس هو حجم العمل طبقا للريفايس كونتراكت، طبقا للقيمه الحقيقيه للعقد او القيمه المعدله للعقد زي ما قلنا طبقا لنطاق العمل والحصر المعتمد. جميل. جميل. من حبه الداتا دول داتا بس انا مجرد ان انا حطيتها كل شهر. تعالى نشوف بنطلع ايه. بنطلع الاتي، بنطلع اهو كده انا عندي التوتال كونتراكتس اماونت 106 مليون. تمام. الريفايس كونتراكت 105، توتال جروس اماونت 55. وليه انا بحب اشتغل على الجروس؟ انا ما بحبش اشتغل الاناليسز الخاصه بالسب كونتراكتورز على النت لسبب، لان هتلاقي مثلا مقاول واخد دفعه مقدمه، مقاول تاني مش واخد دفعه مقدمه. تمام. مقاول واخد عده، واحد واخد سلفه، فالنت مختلف، الفوارق مش هتعرف تحكم بالظبط. لكن الجروس كله متساوي فيه قبل الاستقطاعات، فعشان كده دايما الجروس يديك ارقام ادق. بعد الاستقطاعات ده انا لو عايز اعرف انا هطلع فلوس من عندي بكام بس. يعني هعمل الدوره طلعت عندي مثلا نت ب 50 مليون، فدي الشيكات قيمه الشيكات اللي هتطلع واسلمها للمقاولين. لكن انا يهمني كحجم عمل الجروس. تمام. والكونتراكت اللي هي الداتا اللي حطيناها والاي تي سي المتبقي. تمام. اللي هي الداتا اللي احنا طلعناها. طيب تعالى كده انا مثلا جه مدير مشروع بيقول لي ايه انا عايز اعرف مقاولين الخرسانات عندي عاملين اعمال بقد ايه. تمام. مقاولين الخرسانات دي مقاول الخرسانات، هروح اعلم على مقاول الخرسانه اهو. مقاول الخرسانه عامل اعمال بقد ايه؟ عامل ب 19، العقد بتاعه ب 19 والعقود بتاعته لان ممكن يبقى اكتر من مقاول. تمام. وانا قاصد حاجه بس هقول لكم عليها بعد كده يعني. هنا بعلم بالمقاول اهو. مقاول خرسانه 19 عامل العقد بتاعه 19 مليون والريفايس كونتراكت بتسعه. الراجل ده نفذ هندسه ب 3 مليون.
عامل الاكشوال بروجرس بتاعه 30%. طيب ممتاز جدا. تمام، باقي له 6، باقي له في عقده او باقي له في عقودهم 6 مليون. طيب، وكمان ببدا اقول له ده مثلا بدا بحجم اول مستخلص. كمان ببقى شايف هندسه عمل مستخلصات، 4 مستخلصات، اديني شايف 4 مستخلصات. اخر مستخلص كان عامل ايه؟ 670 الف جروس. ماشي. المستخلص اللي قبليه 900، المستخلص اللي قبليه مليون و200. بقيت انا قاري كل حاجه. تمام. فدي من النقط المهمه. ماشي. طيب، تعالى مش عارف عايز لا مقاول الدهانات عامل ايه؟ عامل نفس الكلام. بقيت انا عارف اقرا مع كل. هنا بيوريك يعني، هو ده هنا قيم المستخلصات كل شهر. تمام. يبقى انا هنا اول في 30/9 عملت حجم مستخلصات جروس ب 23 مليون. في 10 ب 26، في 11 بكذا، في 12 بكذا وما الى ذلك. فانا كده قريت ان انا الحجم اللي فيه مشكله عندي في 11 و12. تمام. مش في مشكله، او بنبه مدير المشروع ان احنا كده حجم العمل بتاعنا قل. فده ليه؟ هل ممكن ده يبقى طبيعي لو انا في نهايه مشروع؟ عادي، يبقى ده منطقي. تمام. بس بيوضح لك، بيديك اناليسز للمستخلصات بتاعتك. تمام. قريت من هنا من اول انترلوك، قريت ان هو عنده مستخلص واحد، المستخلص ده في 30/12. فانا ما بقتش محتاج ادخل على المستخلصات عندي، انا من هنا اعرف اقرا كل حاجه. طيب، اللي انا كنت بقول لكم لو انت جيت هنا حددت بالديفيجن برضو. انا عايز اقرا مثلا برضو الباك فيل عامل يعني عايز اقراها بالديفيجن، مش عايز اقراها بالمقاولين. يعني كل الديفيجن، كل المقاولين. احنا اللي مثلا عاملين 60 مليون. لو هو قال لك ايه، عندي 3 4 مقاولين، عايز اعرف حجم عند الاكشوال بروجرس، حجم العمل بتاعهم واصل لغايه فين؟ 66% هندسه لغايه دلوقتي من الحجم العمل بتاعهم. ليه؟ هي عقودهم عامله كام؟ العقود يا هندسه كنت العقود بتاعتهم القيمه بتاعتها 60 مليون، والريفايز كونتراكت بتاعهم 73 مليون. فبقيت انا قاري. تمام. اهو، وشايف الجراف بتاعهم وشايف كل حاجه. تمام. وعندي هنا لو انا عايز اقرا كل ديفيجن طالعه، يعني كل ديفيجن عندي هنا الباك فيل هو اللي من 55 مليون. 55 من التوتال، يعني من التوتال حجم العمل اللي انا نفذته. اكبر حاجه فيهم الباك فيل، بعديهم مثلا الكونكريت. كل ده انا قاريه. طب والريميننج اللي هو الاي تي سي اهو برضه قاريه. تمام. فبقى عندك رؤيه واضحه لكل حاجه. طيب، هو انا ازاي بعمل ده يا هندسه؟ حلو، احنا عرفنا بنستفاد ايه من الجدول اللي احنا طلعناه البسيط اللطيف ده. ازاي انا اوصل للداشبورد دي؟ تمام. دي انا بستخدم فيها البيفت تيبل. البيفت تيبل من افضل الحاجات اللي انت تشتغل عليها وتعمل لك اناليسز للداتا اللي موجوده جوه التيبل. تمام. من البيفتس دي. تمام. هو انا عملت منها الايه؟ الداشبورد دي. كده كده انا هديكم الداشبورد. بس انا هنعملها ازاي سوا؟ يعني عايز نعمل البيفت ده واقول لكم ايه، وبعد كده كل ده يعني بيس اوف كيك. الموضوع بيبقى بسيط. الموضوع كله ازاي اعمل الايه؟ البيفت. فهنعمله مع بعض بحيث ان ايه، تبقوا عارفين. يهمني دايما ما تاخد ريبورت تفصصه وتبقى عارف منين بيودي على فين، عشان اعرف اشغل الريبورت او اشغل اللوج او اشغل التمبت وات ايفر. انت يعني واخد اكسلايه. تمام. هتسهل عليك في شغل. تمام. لازم تبقى عارف الاكسلايه الشيت ده منين بيودي على فين. الداتا بتقرا منين، بتتعمل ازاي. لو انا عايز، افرض انت عايز تغير حاجه فيه، فانا لازم ابقى مفصصه. فتعالى احنا في الاول نقطه السمري دي، الموضوع فيها بسيط. يعني السمري اللي بنحط فيه المستخلصات، وكل شهر بتقوم مزود تابه كده انسرت. كل شهر مثلا 30، هنا واحد، هنا هيبقى مثلا 30 01 2026 بقى. تمام. وتدخل برضو فيه ايه؟ قيم المستخلصات وهكذا. تمام. طيب، خلينا هنقول ازاي بقى نشتغل قصه البيفت تيبل دي. الموضوع هيتم كالآتي.
بسم الله. مش نيجي هنا insert pivot table. هيقول لك انت عايز pivot table للتيبل ده. طب عايزه في نيو شيت، عايزه في نيو شيت، اوكي. اول حاجه عايزك تبقى عارفها ان البيفت تيبل ما ينفعش يبقى تحت بعض، وهوضح لك ليه، بس دايما بنخليه جنب بعض. طيب، اول اربع معلومات مهمه انا محتاجها انها تبقى موجوده عندي في الداشبورد اللي احنا بصينا عليه. انا عايز اعرف توتال كونتراكت فاليو اهو، دي التوتال كونتراكت. وعايز اعرف المعلومه الثانيه، انا باخد عادي تاخد كوبي يعني عشان برضه بدل ما تعمل انسيرت نفس القصه دي، هاخد كوبي من نفس البيفت. تمام. وعايز ايه المعلومه الثانيه؟ ايه الريفايس كونتراكت بكام؟ تمام. والمعلومه اللي بعديها عايز اعرف انا نفذت كام توتال ورك دان. بيبقى هنا ظاهر لك كل الداتا اللي موجوده في التيبل اللي انت اللي انت بتاخد منه الداتا يعني. ماشي. فهو يبقى انا عندي 106، الكونتراكت ريفايزد 105، التوتال جروست اللي انا نفذته 55. طيب، الاي تي سي كذا. طب الاي تي سي ايه ده في هنا الاي تي سي، طب هو مش موجود في السمري. مفيش هنا الاي تي سي، عشان برضو نبقى عارفين هو مش موجود. بس احنا بنعمله، يعني بنعمله ازاي؟ عشان كده انا مش عايز اختاره. انا هقول لك ازاي. آه بن 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 بنجيب الاي تي سي. انا البيفت اقدر اعمل فيه معادلات، او بنقول عمليات حسابيه بسيطه. بمعنى هو الاي تي سي ده بيساوي ايه؟ الريفايس كونتراكت، قيمه الاعمال، ال 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 نطاق العمل الاساسي للمقاول، ناقص التوتال جروس ورك دان اللي اتنفذ، فده الريميننج. فانا باجي هنا. طيب، باجي هنا بقول له ان انا عايز اعمل ايه؟ كالكوليتد فيلد. يقول لك الفيلد ده هيبقى اسمه ايه؟ هنسميه مثلا اي تي سي، عشان اي تي سي موجود يعني. طيب، انت ده هيبقى هتعمل اختار عايز تطرح ايه مكان ايه، او تجمع ايه مكان ايه، يعني عايز تعمل ايه بالظبط. عايز اقول له الريفايس كونتراكت اهو، الاي تي سي ده هيساوي الريفايس كونتراكت ناقص الايه، التوتال ورك دان، واقول له اوكي. اهو ظهر لي الاي تي سي ده. ماشي. هنشيلها اهو. تمام؟ اللي هو الاي تي سي يعني، انا بس عشان هو موجود فايه ما ينفعش اضيفه مرتين. ماشي. فدي للايه، للمعلومه. ماشي. فهنرجع ونشيل فكده يبقى عندي ايه اول اربع معلومات موجودين في الداشبورد، اللي هم الحاجات الاساسيه دول. ماشي. الكونتراكتشوال بروجرس والاكشوال بروجرس، زي ما قلنا الاكشوال الكونتراكتشوال بروجرس نتيجه ان الجروس على الايه الكونتراكت فاليو، والاكشوال برضو الورك دان بس هنا على الريفايس. تمام. لها نسبه مئويه. انا دايما بس ببقى عايز اعرفك كل حاجه جت منين، يعني هي دي بتبقى اهم حاجه عندي. تمام. طيب، ماشي. بعد كده محتاجين ايه؟ محتاج اعرف كل ديفيجن آه حجم العمل اللي فيها ايه بالديفيجن. فهختار انا عايز، او بالسب ديفيجن، بالسب ديفيجن، وعايز حجم العمل مش عايز الاي تي سي. هختار توتال جروس ورك ده اهو، ده بقى في الرو، ده في اهو. تمام. ماشي. ده حجم العمل اللي اتنفذ. طيب، في نقطة مهمة.
اللي انا كنت لسه قايل لكم ليه ما ينفعش احط. قلت لكم البيفت بيبقى جنب بعضه مش تحت بعضه ليه؟ عشان شفت القايمه اللي زي دي، لو انا مثلا تعالى كده مثلا اهو نرجع للبيفت ده، او نرجع للاي تي سي او مثلا. تمام. قمت حاطط جنبيه حاجه. تمام. معين، تعالى ناخد منه كوبي كده ونحط ايه حاجه تانية هنا تحتيه، يعني حطيناه زي ايه تحت بعض. تعالى ناخد بقى ده ونخليه مثلا ايه بال بالكونتراكت نمبر. شفت قال لك ايه؟ قال لك في شيت، قال لك في بيفت تحتيه، انا مش هعرف اعمل لك البيفت ده عشان مفيش سبيس. مفيش سبيس، فانت مش مديني سبيس. فعشان عشان دي هتبقى فيها قائمه كبيره، فبيقول لك اديني سبيس عشان اقدر اعمل لك البيفت. تمام. فعشان كده انا مش بحب، يعني هو ما بيفضلش ان انت تعمله آه، آه، تحت بعضه. دايما خليك جنب بعضه. ماشي. تمام. ودايما انا بحب اسيب خانه كده فاضيه، يعني انا بسيب خانه فاضيه عشان لو احتجت ان انا ازود جنبه حاجه، زي ما انا لسه ايه قايل لك. هو مثلا كنت اخترت مثلا، ففي شايف خد الجنب ده. تمام. فبقى انا شايف يعني ايه. بقى انا عندي مثلا ان انا ازود له ايه انسرت كولم تاني وانسرت كولم، عشان لو انا حابب اعدل ما يبقاش لازقين في بعض. هي كل حاجه، بس انا ايه بديك التركات اللي انا بعملها مثلا في شغلي. ماشي. اه. تمام. خلاص ده الجروس. الجروس بالديفيجن. لا انا عايزه بقى الاي تي سي، الحاجات برضو اللي متبقيه بالديفيجن، يعني حجم العمل اللي تم تنفيذه وحجم العمل المتبقي. تمام. بالديفيجن لغايه كده. تمام. اللي هم ايه عشان اخرج منهم الايه الداتا دي. تمام. ماشي. اخر حاجه، عايز عايز ايه؟ عايز حجم العمل بالشهور. يعني انا دلوقتي اهو عندي شهر 9، كل شهر انا نفذت كام. تمام. اهو هيجي لك اهو. آه، الموضوع التركية بسيطة، انا جبت الفاليو، خليت انا مش عايز اكتر من الايه، مش عايز اي تي سي اصلا. عايز كل شهر انا خرجت ايه. تمام. فكل شهر عملت كام، ليه؟ عشان اشوفها دي، عشان اشوف دي. شايف هنا في شهر كذا قمت عامل مستخلصات بقيمه كذا، في شهر كذا عملت مستخلصات بقيمه كذا. فده اريا منين؟ اريا من البيفت ده. كل شهر انا اشتغلت فين. وهنا مثلا هكتب هنا توتال جروس بير. ماشي. طيب. طب انا بقى عايز كل شهر الديفيجن، بالديفيجن. يعني انا عملت مثلا عشان اخرج دي اللي هي دي. شايفين دي بالديفيجن، عشان مثلا لما اجي هنا ادوس على كونكريت فابقى شايف الكونكريت في شهر 30 9 عملت كام، 30 10 عملت كام. فدي بنجيبها ازاي؟ بنجيبها من بيفت برضو. اهو كده كوبي، هاخد نفس اللي انا عملته كده، بس هبقى عايز الايه بالسب ديفيجن. لا لا بس هنطلعها فوقيها عشان تبقى هي الايه الاساسيه والثانيه تحتيها. ماشي. بس كده لغايه كده مفيش مشكله. يبقى انا قاري اللي هو الباك فيل، شهر 9 طلع بكذا، وشهر 10 طلع بكذا، وشهر 11 طلع بكذا. السيراميك نفس الكلام، الكونكريت. تمام. طيب هنا بيديك التواتل، احنا هنا مش عايزينها، مش حابب. لو انا مش حابب ابص اشوفها، فانا بدوس هنا فلتر، بدخل هنا على التوتال فلترز واشيل شو جراند توتال. اوكي. بس كده. تمام. فدي بقت ايه بالديفيجن. ماشي. كل الاناليسيس. طب ايه ده؟ وانا هندسه كل ده عشان ايه؟ عشان اخرج في الاخر ان الداشبورد دي تقرا من ربط التيبلز دي مع بعض، يبقى الموضوع دايناميك بس، لا اكتر ولا اقل يعني. طيب عايزين ايه تاني؟ عايزين المقاولين.
خلينا ناخد كده كوبي. انا عايز بقى ايه المقاول. فانا مش عايز انا مش عايزها بالمقاول، والمقاول هو اللي يبقى ايه برضو المقاولين نفس الكلام، عشان يبقى ايه الدنيا. مقاول الميتالز عمل ايه عشان نبقى ايه نظبط دي نفس كل حاجه موجوده هنا. تلاقي نفس كل حاجه موجوده هنا هي اللي موجوده هناك. بس انا مفك السلاسل ده. كل حاجه موجوده هنا هي اللي ايه اللي موجوده هناك. تمام. تمام. انا بس ايه ممكن المقاولين دول خليها كومباني، خليها ايه بدل بالشهر، خليها توتال جروس. تمام. ممكن تخليها بالوضع ده. طب لو انا عندي مقاول، ودي بتحصل اوقات بتحصل ان يبقى مقاول خرسانات بس ليه اكتر من عقد. وعشان كده ممكن تظهر معاك العقود لو انت حابب تظهر معاك العقود. يعني لو هو واخد عقد مش يعني العقد مش قصدي هنا عقد بملحق، لا ده عقد تاني منفصل. يعني مثلا كان واخد عقد خرسانه مثلا في فيز 1، وعنده عقد خرسانه تاني في فيز 2. تمام. فلو انت عايز تفصصها بالعقد تبقى ايه، تبقى بالمنظر ده. ماشي ماشي جميل جدا. وبعد كده بطلع سلايسر. السلايسر ده هو اللي ايه اللي بيبدا يطلع. يعني مثلا عايز سلايسر بالايه بالسب ديفيجن. اوكي. اهو. مثلا عايز اشوف الداتا بتاعت الباك فيل. طب شفت كويس ان ده حصل. الباك فيل. طب خلينا لما عملنا كده مفيش حاجه اتغيرت. مفيش حاجه اتغيرت غير هنا. تمام. مفيش هنا الباك فيل هنا ما اتغيرش. فبنعمل فيه حاجه اسمها ايه فلتر كونكشن. انت عايز تربط البيفيتس دول ببعضهم. فباجي اربط البيفيتس اللي انا عايزها تربط مع بعض، بحيث ان انا لو ضغطت كده. اهو لسه هنا ثانيه. اهو. ماشي نربط كل ده عشان يتحركوا مع بعض. اوكي. وده نفس الكلام. ده ليه؟ عشان اما انا افلتر على حاجه واحده فيهم يبقى كله شغال معايا، ما تبقاش في اي حاجه واقعه مني. شفتوا دلوقتي الدنيا اما بربطهم ببعض الايه. اهو شوف بيتحرك اوتوماتيك. تمام. اهو. ماشي نفس الكلام. شفت النسب بتتعدل، كل حاجه بتتعدل طبقا للايه، لان انا اخترت بس باك فيل وعشان اتربطوا ببعض. اوكي. بس كده. فبقيت موضوع كده من بره اللي انا عايزه حاجه اختار مثلا سيراميك، بقى كله بيتغير. تمام. او السيراميك او السيراميك مش عارف كل ده بيتغير. تمام ماشي. كونكريت كل ده بيتغير. تمام. عشان بعد كده لما تيجي تظهر ده في السمري او في الداشبورد يبقى ايه شغال اوتوميشن معاك زي ما احنا هنا لما ايه ما بنيجي نعمل هنا. اللي هو ده ما هو ده طبقا لايه ان كل ده متربط ببعضه. منين؟ من البيفيتس اللي متربطه ببعضها دي. تمام. ماشي. دي كانت كده بس توضيح بسيط ان ده جه منين. تمام. وبرضو يعني يعني ايه سريعا لو نقطة الايه ال- بسم الله الرحمن الرحيم. التشارتس خلينا برضو نقولها. انا لو عايز اعمل تشارت، التشارت اهو. ايه الداتا اللي انا عايز اخدها؟ خلينا نفك السلايسر الاول. بفك السلايسر بدوس هنا. بفك السلايسر. تمام. انا الداتا اللي انا عايزها هي داتا المستخلصات دي اللي هي بتاع كل شهر. ماشي. هدوس عليها. هدوس هنا تكتين سيلكت داتا. الداتا اللي انا هسلكت عليها اهي. اوكي. اهي. جابتها لك بنفس الايه نفس الشكل ده. ماشي. عفوا.
نفس الموضوع انسرت برضو تاني عشان بس ناخد انسرت تاني. مم. الداتا بقى لا انا عايزها بالايه، بالديفيجن زي ما احنا هنا قلنا سيلكت، هنقوم واخدينها ده كله كده. اوكي، وهيطلع لك بالايه، بالديفيجن. واول كنسل، اول ما تعمل سلسله اهو، اهو نفس الايه، الدنيا ماشي. وانا عشان ده خد نفس الداتا. ماشي. آه، تمام. بس فالموضوع، المواضيع دي بسيطه، انا بس ايه كان يهمني ازاي ان انت تكريت الشيت. ليه حبيت انت تعمل اي تعديلات على الشيت ده؟ خلاص عرفت الدنيا بتدور فيه ازاي. والسلايسر زي ما احنا قلنا موضوع فيها بسيط، انت بتيجي على اي بيفت تدوس عليه، عايز انسرت سلايسر، عايز سلايسر بالمقاولين اهو اوكي، يطلع لك بالمقاولين. عايز تفلتر بالمقاولين، تمام. عايز تفلتر لا، كل اللي معمول هنا انا قلت لك ازاي يعني ايه، ازاي انا جيت كريت الايه، الشكل ده. وفي الاخر بتعمل شكل بسيط وبيقرا ايه، ده بيقرا من جوه كل الارقام دي. يعني دي مثلا اهو بيفت تيبل سي 4، بيجي من اللي هو سي 4 اللي هو ده، يقرا من هنا وبيقرا من هنا وبيقرا من هنا. تمام. ليه دي حاجات، ليه انا مظاهر؟ عشان الرقم ده فيكسد ما يتحركش، فانا مثبته هنا. تمام، الارقام دي تمام، والاي تي سي مثبتها هنا. الباقي اوتوميتد. تمام، الباقي بيتحرك طبقا للاوبشنز بتاعتي، الاختيارات بتاعتي. انا بس كده وضحت لك السب كونتراكتور داشبورد. مهم جدا جدا ان انت تكريته، مفيد جدا ليك في عرض شغلك. في لو انت داخل ميتنج، انت مش هتقعد تدور في مستخلصات، تقعد تفتح الكلام ده، لكن بحاجه بسيطه زي دي هتطلع نتيجه مبهره معاك. لو انت في داخل ميتنج، انا بطلع الداتا بسهوله وبرد على الاسئله بسهوله، وعندي توضيح واناليسز لاي حاجه. تمام، كل ده من جدول البسيط السمري اللي احنا بنعمله للمستخلصات. ف فده كان النقطه بتاعت السب كونتراكتورز داشبورد، وده كده كده ايه هيكون معاكم ان شاء الله. آه، ماشي. ايه تاني؟ اخر حاجه الباك تو باك ريبورت. مستخلص العميل، فاكرين مستخلص العميل لما جينا اتكلمنا عنه؟ مستخلص العميل انا ببقى جيت نزلت فيه نسب تنفيذ. تمام، النسب دي سي مثلا اخدت 50% في بند. تمام، جه المقاول الباطل لقيت ان مدير التنفيذ مديله 60%. ايه ده؟ هي ايه دي ايه ده؟ دي بقى المفروض ان انت تكون قريت ان في يعني قريت ال 40 وال60، لكن انت مع ضغط المستخلصات انت مش بتبقى شايف ان المقاول تجاوز. عشان كده بنعمل الريبورت ده. ما ينفعش مقاول الباطن ياخد اكتر مني، يعني ما ينفعش مقاول الباطن ياخد نسبه اكتر مني الا لو الراجل ده فعلا نفذ وبقى في مثلا مشكله في الجوده، فما سلمتش الشغل، فما اتعملش الاي ار. تمام، بس الراجل نفذ، بس المشكله عندي انا كمقاول، كمقاول عام. فالراجل ده حقه، تمام، لازم جاستيفيكيشن، حصر. الراجل ده مثلا الحصر بتاع العنصر وخلينا برضو مثلا بن ايه بيبقى فيها الموضوع ده بيبقى شائك، بس سي مثلا حصر ما اعتمدش. اوقات اما الحصر ما يعتمدش ال- الاستشاري يديك مثلا 70%، يقول لك 70% انا بامن نفسي، تمام، لحين اعتماد الحصر. بس انت كمقاول لو انت جيت اديت 70% للراجل ده، ممكن الموضوع يقول لك ليه، هو انا 30% اصلا انا منفذ البند، فال 70% كتير، فاديني 80% هندسه او اديني 90% وامن نفسك ب 10%. تمام، فبيحصل نيجوشيشن، فهنا يظهر فرق. تمام، من الاخر النقطة الثالثة، أو خلينا قبل ما نقول من الآخر، النقطة الثالثة إن مدير المشروع يقول لك لا بص،
انا عارف ان انا واخد 40 بس انا عايز ازق المقاول ده، تمام، ادي له دفعه، فلا زوده 20%، زوده 30%. طب يا هندسه يقول لك انا مدير المشروع وانا اللي مسؤول. جميل. فعشان كده الريبورت ده مهم جدا لمدير مشروع ان يشوف التقصير في الفروق دي نتيجه مين، او الفروق اللي نازل اللي ظاهره ما بين بياننا احنا، بيان الاعمال في مستخلص العميل ومستخلص المقاول. ليه؟ تقصير جوده، تقصير كوميرشال، تقصير مين، او مش لازم يبقى تقصير، او يبقى لا عنده نظره عامه عن الموضوع، او ان هو مدي للمقاول ده مدي له دفعه. مهم الريبورت ده لدايركتور كوميرشال، دايركتور اوبريشن، دايركتور. ليه؟ اما هيجي يقول مثلا عايز يحاسب مدير مشروع، انت على اي اساس بتدي دفعه زي دي، لمقاول باطل؟ المقاول ده ممكن ما يكملش معاك، فهيبقى فيها محاسبه، هيبقى فيها قرار، تمام، سواء او على الاقل هتشيلها من عليك مسؤوليه ان انت نزلت آه، نسب نسبه اعمال اكتر من النسبه اللي انت واخدها، تمام. ده بناء لتعليمات مدير المشروع. لكن ما يجيش مدير تنفيذ حاطط لك نسبه للمقاول اعلى من نسبتنا احنا او من نسبه العميل، وانت ماشي معاه تمام ما فيش مشكله. لا يا هندسه الكلام ده ما ينفعش، انت منزل لي في بيان اعمال المالك انا النسبه اللي احنا نفذناها 40، انت منزل ليه 60 للمقاول؟ يا هندسه ما احنا عايشين ندفع معاه. يقول لا ده مش دورنا، ولا انا ولا انت دورك ان احنا ندفع معاه. دورك ان هو الشغل اللي على الارض. مدير المشروع هو اللي عايز يدفع، هو اللي هيبقى مسؤول. لازم تبقى النقط دي واضحه، كل واحد ليه صلاحياته. انا اللي مش دوري ككوميرشال مانجر او كوميرشال انجينير آه، او سي ام ان انا ادفع مع المقاول. الكلام ده مدير المشروع هو اللي مسؤول عنه. قصه الفلوس مدير المشروع هو اللي مسؤول عنه. عشان كده الريبورت ده مهم جدا. الموضوع ببساطه فيه باحط أنا ده البي كيو اللي هي موجودة في مستخلص العميل عادي خالص، تمام. دي البنود، دي الكميات في البي كيو، وده الكيو اس المعتمد. جميل. باحط أنا نسب الأعمال اللي أنا خدتها والكميات اللي نزلت لي في المستخلص. يعني أنا نفذت البند ده بنسبة 100% ونزل لي كمية 14%. نزل برضه للمقاول 100% بكمية 14%. يبقى ما فيش أي ديفرنس. خلينا ناخد هنا مثلا اول ديفرنس مثلا. هنا البند ده نزل للمقاول نزل لنا بنسبه 56%، كميه كذا. نزل للمقاول بنسبه 60%، تمام، في 4% فرق. شوف في 4% فرق. طب ليه؟ كاتب انا هو الجاستيفيكيشن نتيجه لاختلاف تحليل سعر المقاول بمستخلص العميل عن مستخلص المقاول الباطن. يعني ايه؟ يعني احنا فاكرين الويتس بتاعه البريك داون او الويتس بتاعه البنود، مش احنا جينا كسرناها في مستخلص العميل وكسرناها برضو في مستخلص المقاول؟ مثلا في العميل مستخلص العميل هنيجي على الديماند. انا بديك مثلا زي الخرسانات، بند الخرسانات العاديه حاططها انت في مستخلص العميل 25%، والكاستنج الصب 75%. بوينت بسيطه زي دي. طيب لان تكلفه الصب عليك اكتر من تكلفه النجاره. طب مقاول الباطن انت حاطط له 75 نجاره، تمام، و25 كاستنج. ليه؟ لان تكلفه النجاره عليه اكتر. هو الكاستنج هو مش بيورد، ده مصنعيات. فالاختلاف ده احيانا اختلاف التكسير، نسب التكسير بتاعه البند احيانا تعمل لك ديفرنس، تمام. فيبقى ده ناتج عن ايه؟ عن الايه اختلاف تحليل السعر، مش تحليل السعر، او خلينا نقول ايه تكسير البند بس. ما هنا من هنا لهنا، تمام، ماشي. في مثلا فروقات بص، فروقات 7 من 10 او 5 من 10 بقول سيتم ادراج فرق الكميه في المستخلص القادم للمقاول. يعني ممكن ان انا نسب يعني ممكن المقاول الباطن النسبه بتاعته تبقى اقل من اللي انا واخدها. اقل ده بقد ايه؟ من 5 ل 7%. مش لا يفضل طبعا ان انت تبقى واخد برضو يعني نسبه 40% وتقوم مدي من الاول 20%، لان كده كده ده برضو مش صح. ده برضو
ما انت خلينا نقول ايه طبيعه الشغل، انت بتموت المقاول كده، ما هو مش هيطلع له كاش فلو، ما يطلعلوش فلوس، انت هتتاثر. ما هو انت ايديك ورجلك مقاول من باطن، ما تبقى انت واخد 40% منزلهم في مستخلصك ومدي المقاول الباطن 20%، ده مش صح. تمام، لكن الفروقات المنطقيه 5%، انت نفذت 40% بس حد المقاول 35 ماشي، تمام، حد المقاول 30 ماشي، فهي دي هتعمل لك فروقات بسيطه، هيتم ممكن ايه ادراجها بعد كده للمقاول في المستخلص الجاي. دي النقط. تمام. احيانا في سي امات تحب تامن نفسها لو شك، بس امن نفسك بعقل. يعني ايه؟ ما تجزرش، يعني ما تموتش، عشان المقاول الكاش فلو بتاعه ما ياثرش وفي الاخر تغلط فيا انا ك كم كمقاول عام يعني. جينا هنا لقينا ان ايه، انا نزل لي، هي النقطه اللي كنت بقول لكم عليها، نازل هنا 71% ونازل للمقاول 87%. تمام. ايه ده؟ في فرق 200 تقريبا، بنتكلم في 300 متر. تمام. تم زياده نسبه الاعمال بناء للمقاول، يعني بناء على تعليمات مدير المشروع. يبقى مدير المشروع قال لي بص يا محمد، لا في البند ده دفع مع المقاول، اديله نسبه زياده. طب يا هندسه، قال لي انا اللي بقول خلاص. اما الريبورت ده بيحصل ويروح للدايركتور، يبقى عارف ان الفرق ده نتيجه ايه؟ نتيجه تعليمات مدير المشروع. تمام. طيب، احنا طبعا الموضوع ده بيبقى بسيط، انت بتفتح، يعني انا بكتب هنا ايه، ده مقاول رقم، بفتح مستخلص المقاول، باخد منه الكميه اللي نزلت، تمام، اللي تم ادراجها في مستخلصه، او النسبه اللي تم ادراجها في مستخلصه، وببدا اسمعها في الريبورت. تمام. انا هنا مثلا المبنى ده دخل عليه 2 مقاولين، مقاول اشتغل مثلا الاساسات، وبعد كده مقاول كمل ايه، مقاول تاني كمل ايه، السكيلتون. فكل بند يتحط المقاول اللي انا نفذت، اللي نفذ الاعمال بتاعته، عشان ده اسمه باك تو باك. باك تو باك، العميل نسب وكميه قصاد المقاول نسب وكميه. تمام. فالريبورت ده مهم جدا، وده يتعامل مع دوره المستخلصات مش بعدها. ليه؟ عشان انا زي ما بقول لك، احنا واحنا شغالين مستخلصات، خلص مستخلصاتك وما تطلعش، وقف. تمام. بعد كده بيتعمل الريبورت ده خلال الدوره، تبدا بقى تبص ايه ده المقاول ده واخد نسبه زياده هنا، المقاول ده واخد نسبه زياده هنا، المقاول ده واخد نسبه زياده هنا، فتعرف الجاستيفيكيشن سواء من السي ام او مدير المشروع، ويتم الاتفاق النهائي، هل هنطلع ولا مش هنطلع. جميل. هنطلع النسب دي يعني ولا هتقل. تمام. بعد كده بنبدا نطلع المستخلصات. فده يفضل ان انت مهم جدا طبعا ان هو ده يتعمل من الريبورتس اللي بيتاخد عليها قرارات. انا اتذكر ان مره دايركتور كلمني وقال لي يا محمد، هو انت ليه منزل 5% زياده؟ قلت له هندسه 5% دي؟ قال لي لا، 5% يعني كنت زياده للمقاول. فقلت له ده فرق تحليل سعر. وقال لي وكان في بند تاني، قلت له ده كان مدير المشروع هو اللي قال لي انزل له بزياده. قال لي بعت لك ميل، الموضوع لازم يبقى اوفيشال، مش عارف إيه. اللي هو كان الموضوع بصراحه والموضوع كان كبير، عشان ما يحصلش اي تجاوزات، ان المقاولين تاخد نسب اكتر من اللي احنا بناخدها او ان احنا نستحقها بدون كنترول. يعني لازم يبقى فيه كنترول على الدنيا دي، ما يبقاش الموضوع جزافي يعني. فده كانت السيشن بتاعت النهارده. ان شاء الله كل الداتا دي هتترفع على اللينك، الدرايف اللي احنا حاطين عليه ملفقات السيشنز يعني. ولو عندكم اي استفسار ان شاء الله انا معاكم على لينكد ان وعلى الواتساب. آه، ربنا ييسر الحال ان شاء الله، ونكمل كمان في سيشنز جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.